جيب لي يا حبيبي ازازة كوكاكولا من الصيدلية اللي تحت عشان اعالج الاكتئاب اللي عندي. حاضر يا بابا. بعد المقدمة المشوقة دي اكيد عايز تعرف ليه كوكاكولا بتتباع في الصيدلية. لحسن لو كده مشربهاش، لحسن تكون دوا كحة ولا حاجة. بس يا شربات، الكوكاكولا كانت بتتباع لانها مشروب مش كحولي وبيساعد على تهدئة الاعصاب وبيعالجك من الاكتئاب، وكانت بتتباع في الصيدلية، وكانت واخدة براءة اختراع طبي كمان، يعني كل ده في الطب. كوكاكولا او كوك هي مشروب غازي من الكرب، بتعمله مين؟ شركة كوكاكولا، وسوقوله على انه مشروب معتدل ومش كحولي. واخترع المشروب ده مبتكر اسمه جون ستيس بامبرتون، كان في 8 مايو عام 1886 في أواخر القرن ال19 في أتلانتا جورجيا. باع بيمبرتون حقوق الملكية كوكاكولا لمين؟ لرجل أعمال آسا جريجس كانلر، ومسكت سوق المشروبات الغازية العالمية. مين اللي مسكت الكوكاكولا؟ لأن هي كانت منتشرة ساعتها. اسم المشروب بينقسم لقسمين: كوكا واللي هي أوراق الكوكا، وكولا اللي هو جوز الكولا مصدر للكوكايين. وما تقلقش، شالوه عام 1903. طب ايه خطر الكوكايين ده؟ خد عندك، بيزيد من ضغط الدم وسرعة القلب، ممكن يعملك اضطراب في النظام القلبي، وده بيخلي الأوعية الدموية دي ممكن اللي بيشربوه يجيلهم نوبات قلبية أو الموت المفاجئ. ربنا يعافينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا من الأول وأنا مش مرتاح له. هسميك شربات. ايه يا واد الشربات اللي بينقط منك ده؟ ثواني، ازاي انت ما كنتش مرتاح له من الأول؟ دي معمولة قبل ما انت ومامتك وباباك وجدك وجدتك والعيلة الكريمة تتولد. صحيح. ولسه مشروب الكوكاكولا ده واخد رقابة شديدة جدا علشان ما يبقاش فيه كوكايين. وبقت الكوكاكولا تطور من طعمها وشكل العبوات بتاعتها لغاية ما وصلت للشكل ده. قولولي بقى في الكومنتس، انتوا بتحبوا كوكاكولا ولا لا؟